هل الكون ده ماشي بالصدفة ولا في نظام خفي احنا بس اللي كنا مش شايفينه؟ من اول ارسطو واحنا عرفنا ان كل حاجة ليها سبب، وده اللي النهارده اسمه مبدأ السببية في الفيزياء. من اول ما الانسان ظهر على كوكب الارض وبدأ يبص حواليه ويتأمل، لقى حاجات كتير جدا مش مفهومة، ظواهر غريبة ونجوم بتتحرك وحاجات بتظهر في السماء، لحد ما بدأنا نكتشف ان مفيش حاجة بتحصل كده وخلاص، وان كل ظاهرة وراها قانون بيفسرها، وورا كل قانون نظرية بتحاول تفهم حقيقة معينة ويتكشف لنا سر من أسرار الكون. بس الأول، يعني إيه نظرية؟ أنت ممكن تهبد هبدة كبيرة أنت وواحد صاحبك وأنتوا قاعدين على القهوة، وصاحبك يقولك والله دي نظريتك، واللي تعني وجهة نظرك، ولكن معنى النظرية في العلم مختلف. المشكلة الأساسية في التعريب، واللي للأسف تم تعريبها بشكل سيء. كلمة theory تم تعريبها لكلمة نظرية، واللي ممكن يكون معناها عندنا كعرب تحمل وجهة نظر. فتسمع أكتر جملة ممكن تستفز حد دارس فيزياء، يقولك يا عم دي مجرد نظرية. ولكن معنى النظرية في العلم إنها أفضل تفسير علمي إحنا وصلنا له لظاهرة ما في الكون. يعني مش فكرة عشوائية وخلاص، ومش وجهة نظر ومش تخمين. يعني النظرية بتكون ناتجة عن أو نتيجة تجارب وملاحظات وحسابات وتأكيدات الحسابات وكمان تنبؤات. يعني النظرية في العلم تعني تفسير علمي كامل مدعوم بأدلة. مفيش حاجة اسمها دي مجرد نظرية. أي تعارض بتلاقيه مع النظرية العلمية ورأيك الشخصي، فحط رأيك الشخصي ده في أكتر حتة أنت شايفها مناسبة، لأن رأيك الشخصي بيكون ناتج عن تجربتك أنت الشخصية، وهو ناتج تفاعل جيناتك مع المجتمع، مع معتقداتك، مع حاجات كتير جدا. اللي هو ما ينفعش ده في النهاية يكون قانون طبيعة أو الطريقة اللي الكون شغال بيها. الكون مش عايز رأي حضرتك، الكون عايز أرقام وحسابات وتجارب وملاحظة وتنبؤ. فإحنا يا صاحبي بنشتغل وبنكتب النتيجة زي ما هي، بنتقبلها زي ما هي بدون التحيز لأي حاجة. لو لقينا إن 1 زائد 1 بكرة بيساوي 3، هنكتب إن والله لقينا إن 1 زائد 1 بيساوي 3 والأدلة عليها أهي. واللي هقولك عليهم دول هم أهم 4 نظريات في الفيزياء، ولكن هقدمهم لك مش بنفس التسلسل الزمني. وده لأن كل 2 من ال4 نظريات دول ليهم علاقة ببعض، وده لأن 2 منهم تحت تصنيف الفيزياء الكلاسيكية اللي هي في القرن ال16 وال17 وال18، و2 منهم في الفيزياء الحديثة اللي هو من أول القرن 19 لحد النهاردة. كل نظرية منهم من الفيزياء الكلاسيكية مرتبطة بواحدة من النظريات الحديثة، والارتباط بينهم مش بس من حيث الموضوع، لا ده تكملة للقصة. الفيزياء الحديثة جت عشان تكمل القصة اللي بدأتها الفيزياء الكلاسيكية. يعني الفيزياء الكلاسيكية بدأت القصة والفيزياء الحديثة كملتها. وكمان الفيزياء الحديثة بتشرح لنا هيحصل إيه لو الظروف اختلفت، لأن الفيزياء الكلاسيكية كانت بتشرح حالات خاصة، فالفيزياء الحديثة جت بتقول لو الظروف الحالات الخاصة دي اختلفت إيه ممكن يحصل. سنة 1687 إسحاق نيوتن بينشر واحد من أهم الكتب في التاريخ، وهو المبادئ الرياضية للفلسفة الطبيعية The Mathematical Principles of the Natural Philosophy، أو المعروف ببرينكيبيا أو برينكيبيا. ونيوتن بيقدم لنا في الكتاب ده تفسيرات لحاجات كتير جدا، من ضمنها قوانين الحركة اللي بتحكم كل حركة تقريبا في الكون لحد الجاذبية. نيوتن كتب قوانين الجاذبية في الكتاب ده، واللي يعتبر كتاب اتوصفت فيه الحركة والجاذبية وصف كامل. وهنا هنبدأ أول نظرية من أهم 4 نظريات في الفيزياء، وهي نظرية نيوتن عن الحركة والجاذبية أو علم الكلاسيكال ميكانكس بالكامل. من قبل نيوتن محدش كان فاهم الحركة خالص، كانوا شايفينها بتحصل كده وخلاص. أجسام بتتحرك، يعني بتتحرك يعني بتتحرك، وحاجات بتتصادم. كانت في محاولات زي مثلا جاليليو حاول يفسر حاجات معينه، ويعتبر كمان مقدمه للكلام اللي جه نيوتن وكمل عليه، ولكن نيوتن ادى الوصف الكامل. يعني من قبل نيوتن ما كانتش في نظريه متماسكه ينفع يعتمد عليها. والاهم من التفسير المتماسك اللي قدمه نيوتن هي الرياضيات. قوانين الحركه ماثماتيكلي رياضيا اتصاغت على ايد اسحاق نيوتن، وده كله بفضل الكالكولوس او التفاضل والتكامل اللي نيوتن اخترعه. نيوتن اخترع رياضيات جديدة وهو علم التفاضل والتكامل، علشان يقدر يفسر حاجات كتير جدا متغيرة في الكون ما كانتش الرياضيات اللي من قبل التفاضل قادرة انها تحسبها، وده اتكلمنا عنه بالتفصيل قبل كده. من بعد الرياضيات دي نيوتن بيقدم وصف وتفسير تقريبا بنسبة خطأ معدومة، تقريبا معدومة، وهم قوانين الحركة الثلاثة. القانون الأول لنيوتن وهو اللي بيفسر الحركة اللي بيكون فيها سرعة ثابتة أو سرعة منتظمة، والقانون الثاني بيقول لو السرعة دي اتغيرت فيها معدل التغير في السرعة، القوة اللي هتأثر عليها دي هتكون كام. ووضح لنا إن كل ما معدل تغير السرعة ده كان أكبر كل ما القوة كانت أكبر، أو بمعنى تاني إن العجلة لما تكون أكبر أو الأكسلريشن أو التسارع كان أكبر، فده معناه قوة أكبر. وقياس القوة بيجي عن طريق إن نضرب معدل تغير السرعة ده في الماس أو الكتلة بتاعت الجسم.
وعمل لنا العلاقة F equal ma. والقانون الثالث بيشرح لنا ان كل قوة مؤثرة في الكون بتنشأ معها قوة تاني بتكون قدها في الشدة وعكسها في الاتجاه، ودي حالة من حالات الاتزان برضو. يعني انت دلوقتي يا صاحبي قاعد على كرسي، وزنك دايما بيأثر لتحت، وفي قوة بتأثر لفوق وهي قوة رد الفعل الكرسي على جسمك، والاتنين قد بعض فسيادتك قاعد ساكن مكانك. لو حصل وفي واحدة من الاتنين طلعت اكبر من بعض فانت اللي هتزعل. عايزين رياضيات، انا عارف انك ما بتحبش المعادلات. واهم انجاز لنظريه نيوتن في الحركه هو قانون الجذب العام، والقانون ده اللي بيشرح لنا قوه الجاذبيه بين اي جسمين ماديين في الكون. ماديين يعني ليهم كتله، ليهم ماس، وان قوه الجاذبيه اللي بتكون بينهم دي بتعتمد بس على حاجتين، وهو كتل او تقل الاجسام دي قد ايه والمسافه بينهم قد ايه. يعني كل ما الاجسام كانت اتقل فده معناه قوه جاذبيه اشد، وكل ما الأجسام دي قربت من بعض فقوة الجاذبية برضه هتبقى أشد. يعني مثلا مثال الشمس والأرض، لو الشمس قربت من الأرض بفرض إن الشمس قربت من الأرض فقوة الجاذبية بينهم هتزيد، ولكن لو استبدلنا الشمس بنجم تاني أتقل من الشمس شوية فقوة الجاذبية برضه هتزيد. والقانون ده أهميته مش بس إنه بيحسب لنا قوة الجاذبية بين أي جسمين قد إيه وخلاص، دي نظرة سطحية جدا لقوانين الفيزياء. القانون ده قدرنا بسببه نرسم مدارات أو شكل مدارات لكل الكواكب، ونتنبأ ونتوقع أماكنها فين في الكون، سواء دلوقتي أو بعد ثانية أو بعد دقيقة أو حتى بعد 100 سنة. والأهم بقى من كل ده أول قانون رياضي حقيقي يفسر الجاذبية. بقينا فاهمين يعني إيه جاذبية، والقانون ده كمان بيحتوي على واحد من أهم 3 ثوابت في الفيزياء كلها، وهو ثابت الجذب العام G الموجود في المعادلة. والقانون فضل تمام وشغال وحساباته كلها دقيقة والدنيا زي الفل لحد سنة 1781 العالم ويليام هيرشل بيكتشف كوكب يورانوس، واكتشف حاجة غريبة معاه، إن الكوكب ده مداره مختلف عن باقي الكواكب. طبيعي يبقى مختلف لأنه كوكب مختلف، ولكن اللي يقصده إن الكوكب ده مداره غير اللي قوانين نيوتن بتحسبه. ولكن العالم أوربان لافوريه قال لك ده اللي انتوا شفتوه، ولكن ممكن تكون في حاجات انتوا لسه ما شفتوهاش. فإحنا هنفترض إن قانون نيوتن سليم، ولكن في كوكب تاني أو جسم تاني جنب كوكب يورانوس هو اللي مأثر على الحركة بتاعته أو مغير شكل مداره، ولكن إحنا لسه ما رصدناهوش، ما شفناهوش يعني. وهو ده السبب أو هو ده اللي مغير شكل مدار كوكب يورانوس. وبدأ وباستخدام قوانين نيوتن قدر يتوقع بدقة الكوكب ده مكانه فين، فتوقع مكانه بدقة بشكل رياضي، وتم فعلا رصد الكوكب ده، واللي نعرفه النهارده انه كوكب نبتون. فكده فعلا قوانين نيوتن سليمة، بل بالعكس ده دي اتحولت لنقطة قوة كمان بتثبت ان القوانين سليمة 100%، لحد ما ظهرت المشكلة فعلا الحقيقية، وهي مشكلة دوران أو مدار كوكب عطارد ميركوري. خير بقى، بيحصل ايه في كوكب عطارد؟ حسب رياضيات نيوتن المفروض ان كوكب عطارد ينحرف كل قرن 14 درجة. طب ماشي تمام، ايه المشكلة؟ المشاهدات الفعلية والرصد لقت ان كوكب عطارد بينحرف 15 درجة لكل قرن. ده فرق ضئيل جدا يمكن اهماله. قوانين نيوتن بتتوقع 14% درجة لكل قرن لكل 100 سنة، ولكن اللي لقيناه 15% درجة بس لكل 100 سنة، فده فرق يمكن إهماله. ولكن لا، علماء الفيزياء ما بيعملوش كده. علماء الفيزياء دايما بيقولوا إن في حاجة ناقصة، فإحنا هنكملها عشان ندي صلابة أكتر لقوانين الفيزياء. مش ممكن تكون في حاجة غير اللي نيوتن قالها. ومن بعدها قوانين نيوتن فضلت شغال عادي، ولكن عند الظروف القاسية ما بتكونش أدق حاجة. يعني عند السرعات العالية أو الحالات الإكستريم، وده لأن كوكب ميركوري من أقرب الكواكب للشمس، فالجاذبية هنا متلخبطة شوية، فكده قوانين نيوتن ممكن ما تأديش وظيفتها بدقة. فتمام والدنيا تمام لحد سنة 1915 ألبرت أينشتاين بينشر نظريته النسبية العامة General Theory of Relativity، واللي بتكمل القصة اللي بدأها نيوتن. ودي تاني نظرية هنتكلم عنها واللي بتكمل لنا قصة الجاذبية، وهي النظرية النسبية العامة. خصوصا ان نيوتن ما شرحش ايه هي الجاذبية، ما قالناش ايه طبيعة القوة اللي بتنشأ بين الجسمين دي، فبيجي اينشتاين وبيكتب اخر السطر في قصة الجاذبية من بعد النظرية النسبية الخاصة للسبيشال ريلاتيفيتي. والبرت اينشتاين قال لنا ان المكان والزمان هم حاجة واحدة وسميناها السبيس تايم، وان لما السرعة بتتغير او بتقترب من سرعة الضوء بيحصل تشوه في السبيس تايم. ريل فابريك هو نسيج حقيقي مش نسيج رياضي، هو فعلا بيتفاعل مع الكتل وبيتفاعل مع السرعات. فبيكمل اينشتاين وبيقول لما بنحط اجسام تقيلة في الفضاء فده بيتني
الفضاء من حواليها، بتخليه يتقوس وينحني. وشكل الانحناء ده هو المجال اللي بتظهر فيه قوة الجاذبية. يعني من الآخر هو الجاذبية هو شكل القوس أو الانحناء اللي الأجسام أو الكتل الكبيرة بتعملها في الفضاء أو في الكون. يعني الجاذبية مش قوة بتشد الأجسام لبعض زي ما نيوتن قال، لا ده هي شكل الفضاء نفسه، هي شكل السبيس تايم نفسه. فالجاذبية هي شكل الفضاء اللي بيخلي الأجسام أسيرة للشكل الانحنائي الذي تسببه الكتل. نمط انحنائي اتحط فيه الكوكب بقى أسير خلاص. وكمان كل ما الكتل دي كانت أكبر كل ما شكل الانحناء زاد وتقوس الفضاء بشكل أكبر. يعني من الآخر جاذبية أشد. لما أينشتاين بقى عاد الحسابات تاني وحط الزمان والمكان في الحسبان أو حط الزمكان في الحسابات، لقى إن ده فعلا ممكن يعمل الفرق اللي نظرية نيوتن ما كانتش قادرة تحسبه. وبتلاقي النظرية النسبية العامة نجاح كبير قوي، خصوصا سنة 1919 بعد نجاح تجربة انحناء الضوء بسبب وجود الكتل أو بسبب انحناء الزمكان. الفكرة إن الضوء بينحني حوالين الأجسام الضخمة بسبب انحناء الزمكان، ده اللي أينشتاين قاله. ولكن سنة 1919 قامت بعثة بقيادة آرثر أدينجون واستغلوا كسوف الشمس علشان يشوفوا انحناءات الضوء من وراها، لأن لو مفيش كسوف للشمس وجي يبصوا هيتعموا بسبب نور الشمس. المهم إنهم قاسوا انحرافات الضوء عن مواقعها الطبيعية، فالضوء انحنى زي ما حسابات أينشتاين بتقول. فالخبر اتنشر في الصحف وفي الجرايد وأصبح أينشتاين من مشاهير العالم. طب هل نيوتن غلط؟ لحد النهارده قوانين نيوتن بتستخدم بشكل أساسي في المشاهدات اليومية وحتى في بناء الكباري والمباني، وده حتى في حركة الصواريخ والمحركات الفضائية بنستخدم قوانين نيوتن. RS-25 engines lit. 4, 3, 2, 1. Booster ignition. And lift off. The crew of Artemis 2 now bound for the moon. طب امتى نظريه نيوتن ما بتديش ارقام دقيقه عند الاجسام الكبيره قوي زي النجوم وعند السرعات اللي بتقترب من سرعه الضوء؟ وقتها بقى هنحتاج نظريه اينشتاين النسبيه علشان تدينا ارقام وحسابات ادق. واتعملت معادله من اهم المعادلات في تاريخ الفيزياء، وهي معادله اينشتاين للمجال. والمعادله دي مهمه مش بس عشان هي بتفهمنا ازاي السبيس تايم او الزمكان بينحني، لا ده كمان المعادله دي بتفتح ابواب لفهم حاجات كتير قوي اكتشفناها في المستقبل. يعني مثلا واللي باستخدام المعادله دي تم اكتشاف الثقوب السوداء اللي تعتبر واحده من اهم الاجسام الغريبه في الكون بتاعنا، واللي ما زالت قيد الدراسه لحد النهارده. ده غير طبعا ان كل ما يكون حد زهقان يقوم يحل معادلات اينشتاين ويطلع باكتشاف جديد، منها مثلا حل فريدمان اللي اكتشف ان الكون بيتمدد. وكانت دي اول مقدمه حقيقيه للبيج بانج، للانفجار العظيم. الانفجار العظيم اللي يعتبر واحده من اهم النظريات في الفيزياء، ولكن انا مش هتكلم عنها في الفيديو ده لكذا سبب اتكلمنا عنها قبل كده بالتفصيل، غير انها مش متعلقه بالاربع نظريات اللي احنا بنتكلم عليهم. انا قلت لك واحده متعلقه بالثانيه. سنه 1820 هانس اورستد لاحظ انحراف ابره البوصله لما في تيار كهربي بيعدي من سلك جنبها، ولما كان بيرجع يفصل التيار الكهربي من السلك كان المؤشر بيرجع يستقر تاني. فاكتشف هانس اورستد ان المجال الكهربي بيجيب مجال مغناطيسي او بينشئ مجال مغناطيسي نتيجه مرور التيار الكهربي. وبعدها بسنه مايكل فاراداي بيكتشف ان العكس كمان بيحصل، ان التغير في المجال المغناطيسي بينشئ تيار كهربي، وده اللي اسمه الحث الكهرومغناطيسي، الالكترومagnetic اندكشن. ولكن مايكل فاراداي ما كتبش قوانين بتشرح الكلام ده، ولكن كانت عبقريه بدون رياضيات. والنظريه الكهرومغناطيسيه واحده من النظريات اللي اشتغل عليها علماء كتير جدا ما بتجمعش بينهم اي حاجه، لا الفتره الزمنيه ولا اللغه ولا حتى الدوله. بنيامين فرانكلين من الولايات المتحده الامريكيه سنة 1750 قسم الشحنات الكهربية إلى نوعين، شحنة كهربية موجب وشحنة كهربية سالب. كمان بيثبت إن البرق عبارة عن تيار كهربي أو عبارة عن كهرباء. أليساندرو فولتا من إيطاليا سنة 1800 أول ما اخترع البطارية، ومن وقتها بقى عندنا أول مصدر حقيقي للكهرباء، واتسمت اليونت أو وحدة قياس الجهد الكهربي وفرق الجهد الكهربي على اسمه الفولت. أندري ماري أمبير من فرنسا سنة 1820 ربط التيار الكهربي بالمجال المغناطيسي وأسس النظرية الكهرومغناطيسية، واتسمت وحدة قياس الكرنت أو شدة التيار الكهربي على اسمه بالأمبير. جورج سيمون أوم من ألمانيا سنة 1827 عمل لنا العلاقة اللي بتربط بين التيار الكهربي وفرق الجهد والمقاومة الكهربية، واللي بسبب العلاقة دي تم تصميم أول دايرة كهربية بسيطة المكونة من بطارية ومقاومة. جوستاف كيرشوف من ألمانيا سنة 1845 ادانا قانونين بنقدر نحل بيهم أي دايرة كهربائية مهما كانت معقدة، وبيجي بعدهم الفاينل بوس جيمس كلارك ماكسويل من اسكتلندا سنة 1860، وهو ده البطل الحقيقي للقصة دي، ده لأنه فهم بعمق كل شغل اللي قبله، ولخص الحفلة دي كلها في 4 قوانين أساسية حجر أساس النظرية الكهرومغناطيسية. أول معادلة فيهم اللي اسمها قانون جاوس للكهربية، واللي بتقول إن أي شحنة كهربائية سواء كانت موجبة أو سالبة بتنشئ حواليها electrical field أو مجال كهربي. تاني معادلة وهي قانون جاوس بس للمغناطيسية، اللي بتقول إن أي مغناطيس موجود عبارة عن قطبين، واحد شمالي وواحد جنوبي،
مفيش مغناطيس بيجي منفرد لوحده، يعني مفيش مغناطيس من قطب واحد، مش منطقي. ثالث معادله فيهم واللي اسمه قانون فاراداي اللي بيتكلم عن الاندكشن، اللي بيقول زي ما قلت لك ان المجال المغناطيسي المتغير بينشئ تيار كهربي. رابع معادله فيهم وده اللي اسمه قانون امبير اللي بيشرح التاثير المغناطيسي الناتج عن المجال الكهربي. ونتيجه كل الكلام ده ماكسويل بيكتشف ان المجال الكهربي المتغير بيجيب مجال مغناطيسي متغير، وبما ان المجال المغناطيسي متغير فده بيجيب تيار كهربي متغير، فيقوم التيار الكهربي المتغير يجيب مجال مغناطيسي متغير، ويقوم المجال المغناطيسي المتغير يجيب مجال كهربي متغير. التغير اللي عمال يحصل ده او التذبذب في قيم المجال الكهربي والمجال المغناطيسي مع بعض بيعمل اضطراب او موجة كهرومغناطيسية قادرة انها تنتشر في الفراغ بدون اي وسيط وبدون حتى اسلاك. الاغرب بقى من كل ده ان لما ماكسويل جه يحسب سرعة الموجات دي المفروض تنتشر بيها هيكتشف انها 300 الف كيلومتر في الثانية. ايه الغريب في المعلومة دي؟ الغريب يا صاحبي ان هي دي نفسها سرعة الضوء. يعني ده معناه ان الموجات الكهرومغناطيسية ضوء؟ لا، الضوء هو اللي موجات كهرومغناطيسية، ولكن اللي بيميز الضوء عن باقي الموجات انه متشاف بالنسبة لعيوننا احنا كبشر، ولكن الضوء في المطلق ما فيهوش اي حاجة مميزة، كلهم حاجة واحدة بس، كلهم موجات كهرومغناطيسية ولكن بقيم تردد مختلفة، وعلى حسب بقى قيمة الفريكونسي او قيمة التردد ده بيدينا نوع الموجة دي. يعني مثلا الراديو ويف او اشعة الراديو بيكون ليها تردد قليل، الاعلى منها شوية موجات الانفراريد، الموجات تحت الحمراء، بعد كده الاعلى في التردد شوية هو الضوء المرئي، وبتبدأ قيم التردد تزيد مرورا بالالترا فايلت لحد ما نوصل للترددات العاليه قوي زي الجاما راي واشعه الاكس راي. واشتغلنا كتير قوي على كلام ماكسويل وبدا العالم كله يلاقي ثمرات النظريات العلميه الحقيقيه، فعملنا مولدات كهربيه ومحولات كهربيه وبقت في حرب طاقه شغاله، ولكن ده هنتكلم عنه في فيديو منفصل. المهم بقى معروف بالنسبه لكل علماء الفيزياء ان لما الجسم بيسخن يعني بيمتص طاقه فبيرجع تاني يشعها، عامل بالظبط زي لو جبت قطعه حديد وسخنتها، انت كده عمال تمدها بالطاقه، فهي بتسخن لانها بتشع الطاقه اللي هي امتصتها دي، وكل ما يمتص طاقه اكتر كل ما يشع طاقه اكبر، لحد ما بتظهر مشكله في الحسابات بتقول ان عند الطاقات العاليه قوي او عند الترددات العاليه قوي المفروض الجسم ده يشع طاقه لا نهائيه، وده طبعا مستحيل، مفيش حاجه اسمها طاقه لا نهائيه. فاتسمت المشكله دي بالكارثه فوق البنفسجيه، لان الكلام ده ما كانش ليه تفسير منطقي عند علماء الفيزياء الكلاسيكيه، محدش كان لاقي تفسير لقيم اللي بتطلعها المعادلات لحد سنه 1900 بيجي ماكس بلانك وبيقدم فرض او اقتراح ان صدق ده هيفسر ليه الجسم عند الترددات او الطاقات العاليه ما بيشعش طاقه لا نهائيه. فبلانك افترض ان الطاقه ما بتخرجش بشكل كامل او ما بتخرجش بشكل متصل كوحده واحده، انما بتقسم على شكل وحدات صغيره، وسماها بلانك كمات او كوانتم، ودي وحدات صغيره قوي من الطاقه، وكل كوانتا او كمه من دي ليها طاقه معينه بتعتمد على ترددها. وبلانك حط العلاقه اللي بتحسب الطاقه من خلال قيمه التردد، ان الطاقه عباره عن قيمه التردد مضروبه في رقم ثابت اللي هو ثابت بلانك، وعند الترددات العاليه قوي فعلا المفروض تخرج كميه طاقه كبيره قوي، ولكن لانها بتجزأ او بتقسم زي ما بلانك قال فهي بتكون متقسمه على كل انواع الكمات، وكل لما الكمه دي كانت طاقتها اعلى كل لما خرجت بشكل اقل، وبالتالي عند الطاقات العاليه قوي الكمه نفسها بيكون ليها طاقه عاليه فهتخرج بشكل اقل، لان الطاقه اتوزعت على كل الكمات الاضعف او الاقل منها، فهي تقريبا ما بقالهاش حاجه. والموضوع فيه تفاصيل اكتر من كده، ولكن بلانك لما قدم الاقتراح او الحل بتاعه ده اترفض من المجتمع العلمي، حتى بلانك نفسه ما كانش واثق في الكلام اللي قاله، وقال it was a mathematical trick، قال انها حيله رياضيه، حاولت اساعد. لحد سنه 1905 لما ألبرت اينشتاين بينشر 4 ورقات بحثيه من ضمنها حاجه اسمها الفوتوالكتريك افكت او التاثير الكهروضوئي. التاثير الكهروضوئي ده عباره عن انبعاث الكترونات من اسطح المعادن عند سقوط الضوء عليها. فاينشتاين وباستخدام فرض بلانك ادى تفسير جديد للفوتوالكتريك افكت او للتاثير الكهروضوئي، قال ان الالكترون جسيم واحنا عارفين انه جسيم، وكمان قدرنا نحسب كتلته، وطالما الالكترونات دي انبعثت من اسطح المعادن دي اذا لازم يكون اللي حركها جسيمات زيها. طب ايه اللي حرك الالكترونات دي؟ سقوط الضوء عليها، اذا الضوء عباره عن جسيمات، وطالما الضوء جسيمات يبقى اخواته كلهم جسيمات. مين اخواته؟ كل الموجات الكهرومغناطيسيه، وبما انها جسيمات يعني وحدات صغيره اذا هي كوانتايزد يعني بتكمم قطع صغيره زي ما بلانك قال، وبكده بيتم اثبات ان الضوء او كل الموجات الكهرومغناطيسيه عباره عن جسيمات، والجسيمات دي اتسمت بعدين بالفوتون، والاتنين خدوا جائزه نوبل. بلانك افترض واينشتاين اثبت، ده خد نوبل وده بعدها بسنتين خد نوبل، بلانك خدها الاول.
وبيجي بعدها نيلس بور علشان يفهمنا التكوين الداخلي للذرات. ونيلس بور صدق على نموذج إرنست رذرفورد اللي قال ان معظم الذره فراغ، وفي المركز نواه موجبه الشحنه ويدور حواليها جسيمات سالبه اللي اتعرفت بالالكترونز. بور صدق وقال ان كل الكلام ده صح، ولكن اللي بور عمله انه ضاف. بور ادخل فكره مستويات الطاقه للذره، المستويات الطاقه اللي بينتقل فيها الالكترون باستخدام فرض الكم بتاع بلانك، ان الالكترون عشان يطلع لمستوى طاقه غير المستوى بتاعه محتاج ياخد حته او جزء من الطاقه او كم من الطاقه اللي تؤهله انه يطلع للمستوى ده، وبيستقر فتره صغيره خالص بتقدر ب 100 مليون جزء من الثانيه، which رقم صغير قوي، وبعدين بيعود للمستوى بتاعه فاقدا الفرق في الطاقه دي على هيئه برضه كمه او فوتون او ضوء، ممكن يبقى مرئي وممكن يبقى غير مرئي. وبعدين بيجي الجزء من وجهه نظري انه الاهم في كل مراحل ميكانيكا الكم، وهو تفسير كوبنهاجن. بعد نيلس بور بيجي إيروين شرودنجر اثبت ان الواقع كله عباره عن احتمالات، والواقع كله بتمثله داله موجيه تحتوي على كل الاحتمالات الممكنه او الممكن حدوثها، وعمليه القياس او الرصد ده بيخلي الداله الموجيه دي تنهار ويبقى احتمال واحد بس اللي هو بيشكل في النهايه الواقع. يعني دلوقتي حالا وانت قاعد مكانك فكر في اي حاجه، الحاجه اللي انت فكرت فيها دي موجوده في كل الاحتمالات اللي ممكن تكون موجوده فيها، ولكن انت بمجرد ما تشوفها او تقيسها باي وسيله او اداه كانت، الداله الموجيه دي بتنهار، يعني بتنهار كل الاحتمالات وتبقى حاله واحده بس اللي هي في النهايه اللي انت قستها او انت شفتها. يعني من الاخر كده كل حاجه موجوده في كل الاحتمالات في نفس الوقت طالما انت مش شايفها. ولو حاسس انك مش فاهم حاجه فانت كده ماشي على الطريق الصح، كمل معايا. وبيجي بعدها هايزنبرج بمبدا الشك او مبدا عدم اليقين، الانسرتينتي برنسبل، وقال لنا ان المعرفه محدوده جدا. يعني على المستوى الكمي انت لو حابب تتعامل مع الجسيمات بناء على طبيعتها الجسيميه فانسى خالص انها موجه، هتتعامل معاه ان جسيم تقدر تحدد موقعه فين، وبالتالي احتمال واحد من كل الاحتمالات الممكنه. لكن هتتعامل معاه كويف كموجه، انسى انك تعرف مكانه فين. كل ما تزيد معرفة المكان تقل المعرفة بالسرعة، كل ما زادت معرفة المكان باعتبار انه جسيم هتقل المعرفة بتاعت السرعة باعتبار انه ويف. يعني من الاخر كل ما تزيد احتمالية معرفتك بحاجة هتقل المعرفة التانية بتاع الحاجة المقابلة ليها. وبيجي بعد كده بول ديراك وبيدخل فكرة الطاقة السلبية أو المادة المضادة في محاولة إنه كان بيحاول يدمج الكوانتم ميكانيكس مع النظرية النسبية بتاع أينشتاين. كان عايز يفسر الجسيمات باعتبار المكان والزمان في الحسابات بتاعته في واحدة من أهم المعادلات في الفيزياء. وأنا بعدي لك سريعا على كل القصص والمعادلات والكلام والفترات دي، ولكن أنا عايز أقول لك إن كل حالة أو كل معادلة فيهم أو كل قصة فيهم محتاجة حلقات طويلة، مش علشان تفهم، هي ما بتتفهمش وكل العلماء أقروا بكده. الكوانتم ميكانيكس ما بتتفهمش، ورحنا في مرحلة الاستنتاجات المرعبة. اولا كده الواقع عبارة عن احتمال، تاني حاجة الواقع مش حقيقي، وتالت حاجة ان مفيش سببية وكل حاجة عبارة عن احتمال. طبعا النظريات دي يعتبر من اهم 4 نظريات في الفيزياء، ولكن هم مش اهم 4 نظريات. كل نظريات الفيزياء مهمة، ولكن انا اختصيت دول لان زي ما قلت لك كل واحدة ليهم علاقة بالتانية، وان النظريات الحديثة دي اتأسست من شغل ناس كتير قوي قبلها، وانه لولا اهمية وجود الفيزياء الكلاسيكية ما كانش زماننا بقينا هنا. نظرية نيوتن ساعدتنا في النسبية العامة، ونظرية ماكسويل أو الإلكترومagnetic ثيوري ساعدتنا في الكوانتم ميكانيكس. ولكن هل دي كل القصة؟ الحقيقة لا، الحقيقة إن ميكانيكا الكم راحت لمرحلة مرعبة قوي، ولكن هنستنى بقى لحد ما نحكيها بعدين مع بعض. المهم خليك عارف حاجة، الفيزياء دايما ممتعة. وبس كده، أشوفك على خير، سلام.